رغم اننا لعبنا امس مع الاهلي، اليوم بشكل عادي جدا دخلنا في الاستعداد لمباراة زد يوم الخميس المقبل. مستر جوزيه بيسيرو قال مفيش وقت، وقال للعيبة في المران مفيش ولا نقطة هتضيع في ال10 مباريات اللي باقيين في الدوري، مباراتين في الدور الاول و8 مباريات في الدور التاني، ولا نقطة فيهم هتضيع. 30 نقطة هيجوا للزمالك سواء فزنا بالدوري او ما فزناش بالدوري، ده موضوع ما يخصكوش. وانا صراحة شايف ان الدوري صعب شوية، لان الفرق بيننا وبين بيراميدز 8 نقط، فالموضوع هيبقى صعب جدا. سواء كده او غير كده، احنا لازم نفوز في ال10 مباريات القادمين عشان يبقى شكلنا كويس في الدوري. عرفنا ناخد المركز التاني او ناخد الدوري كان بها، معرفناش نخرج بشكل كويس، وعلشان كمان يدينا دفعة معنوية ونقدر نفوز بالكونفدرالية ونقدر نفوز بكاس مصر ونطلع بموسم جيد. وزي ما قلت لحضراتكم، كابتن احمد حسام ميدو بيتواصل مع اصدقاء ليه مسؤولين عن الكورة في فرنسا علشان يعملوا وصل بينه وبين نادي سانت تيان الفرنسي علشان يقربوا وجهات النظر في صفقة محمود بن طايك لاعب الفريق المعار من نادي سانت تيان، واللي فيه في عقده بند أحقية البيع في حالة دفع الزمالك مبلغ 1,000,000 يورو. طبعا الزمالك قدامه فرصة لحد آخر شهر 5 إنه يدفع المبلغ. كابتن أحمد حسام ميدو عايز دلوقتي يدفع نص المبلغ، والنص التاني يتم تأجيله 6 شهور كمان بدل ما الصفقة تروح علينا، أو بدل ما ندفع 1,000,000 دولار مرة واحدة. نتمنى الربط ده يتم وإن شاء الله تتم على خير. طبعا حابب افكر حضراتكم ان كابتن احمد حسام ميدو في بداية احترافه كان محترف في نادي مارسيليا الفرنسي، وقعد مدة كبيرة في نادي مارسيليا وخد معاهم دوري وكاس وعمل موسم كويس جدا، وده اللي خلى فيه صداقات كبيرة بينه وبين المسؤولين في فرنسا واللي كانوا ايامها زملاء لي في الملاعب. الإعلام المصري الرياضي الجميل بعد ما وهم جمهور الأهلي إن مباراة الأهلي والزمالك مش هتنتهي بأقل من 3-0 للأهلي، دلوقتي بيزيدوا في تضليلهم لجمهور الأهلي. بيقول لك إيه بقى يا سيدي؟ إن بن طايق خلاص رايح الأهلي ابتداء من الموسم الجاي، وإن الأهلي خلص كل حاجة مع نادي سانت تيان الفرنسي، مع إنهم عارفين كويس إن الزمالك مجرد ما يدفع فلوس بن طايق خلاص بن طايق بقى في الزمالك. هل دي حاجة ترضيني؟ لا ما ترضينيش. كابتن نادر السيد عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك طلع يقول لك احنا ما نعرفش هنقدر ندفع 1,000,000 دولار تمن بن طايق ولا لا. لا، ما هو حضرتك مجلس الإدارة لو ما عرفش يدفع المبلغ ده يبقى ده ما ينفعش يدير نادي الزمالك، ده يروح يدير نادي زي الإسماعيلي زي المصري إمكانياته محدودة يقول لك معلش اصل احنا معناش فلوس. انما لما تبقى رئيس لنادي بحجم الزمالك، معرفش حضرتك تعرف يعني ايه حجم الزمالك ولا لا، ومش عارف تجيب لعيب سوبر تمنه 1,000,000 دولار وقيمته التسويقية مش أقل من 7,000,000 دولار، يبقى حضرتك فاشل. زي ما بنتكلم عن السلبيات لازم اقول عن ايجابية جميلة حصلت النهاردة. اللاعب حسن ابو معاطي ذهب الى نادي ريو افي البرتغالي 6 شهور اعارة مجانية، وفي حالة النجاح هينضم للفريق مقابل مبلغ مالي حوالي 300,000 دولار. مش بس كده، لو اللاعب اتباع هيبقى حق للزمالك مبلغ 50% من الصفقة. وتقريبا النادي اصلا في الدرجة التانية نادي استثماري، يعني بيهتم بتسويق اللاعبين، ولو نجح في تسويق اللاعب لدوري الدرجة الاولى في البرتغال يبقى كده خلاص هنقدر نستفيد من ورا اللاعب ماديا بشكل كويس، بدل ما هو اصلا كان مركون عندك، ولو كنت بعته كنت هتبيعه للجونة او لاي فرقة تعبانة وما كنتش هتستفاد منه لا ماديا ولا فنيا. وان شاء الله نتمنى للاعب التوفيق. من ضمن كلام كابتن احمد حسام ميدو قال انه خلاص يعني الناس هتسمع اخبار كويسة بالنسبة لاحمد سيد زيزو خلال الايام اللي جاية، وفي كلام خارج انه هيجدد للزمالك بمبلغ حوالي 1,000,000 دولار اللي هو حوالي 50 مليون جنيه، وهيتسمح له في نهاية الموسم انه يلعب مع احد الاندية اللي هتشارك في كاس العالم للاندية ويقال العين الاماراتي،
وهياخد من النادي ده $1,000,000، ويبقى كده اللاعب خد $2,000,000 في موسم، وفي باقي المواسم ياخد $1,000,000. لكن في بنود تانية اللي هو مع كل بطولة ياخد مبلغ. وطبعا في خلاف دلوقتي انه العقد ده يبدأ يتطبق من السنة الحالية ولا من السنة الجديدة. من ضمن